بصوا بقى وصفتنا النهارده هي الشريك او البوريوش، يعني اختاروا الاسم اللي تحبوه. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، هش وخفيف زي القطن وكمان طري واخد لون تحفه جدا من فوق ومن تحت. حاجه كده خرافه مع شويه شاي الصبح للفطار، للناس اللي متحبش بقى الفطار التقليدي كل يوم، او سناك كده اخر النهار مع شاي العصاري، او حتى في العشاء. يلا بينا نشوف الطريقه ايه والوصفه ايه. بس حابه اعرفكم انا اسمي شيماء ودي قناتي لقطة قشطه. اتمنى تتابعوني وتشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. وكمان لو لكم اي وصفه محدده تحبوا ان انا اعملها لكم الفتره الجايه اكتبوها لي في التعليقات. يلا بينا نشوف المقادير ايه والطريقه ايه. يلا بينا. عندي كوب الا ربع من اللبن الدافي، ممكن استبدله بميه او ميه ولبن بودر. هنزل بنص كوبايه من السكر الحبيبات هدوبه طبعا، وبعدين هنزل ببيضه كامله. ممكن استخدم بس بياض البيضه جوه العجين واخد الصفار للوش، وممكن احط البيضه كامله تمام، مش هيفرق قوي كتير. هنزل طبعا بفانيليا لو طالما في بيض وتوصل بالفانيليا شويه، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهدوب ده كله مع بعضه وهركنه 10 دقايق كده يختمر. وعندي هنا 3 كوبايات بقى من الدقيق المنخول دي كل الاستخدامات. هنزل بذره من الملح، وانا حاطه معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان بتدي هشاشه حلوه قوي مع الخميره. ابدأ قلبي بقى مقاديرك كلها وانزلي بالخميره بتاعتك اختمرت اهي، وابدا انزل بالتدريج. هي مقدار اللبن طلع مظبوط معايا. لو انت حسيتي انها ملزقه معاكي هترشي رشه من الدقيق، حسيتي ان هي ناشفه ومحتاجه سوائل هتحطي ميه او لبن. انا نزلت بحوالي ربع كوبايه من الزبده بعد ما عجنت العجينه، لميت بيها العجين وسبتها اختمرت شويه، وهبدا بعد كده اشكلها معاكم. هاخدها بقى عندي على اي حاجه على الرخامه واقطعها كده بالنظر، لو انت حابه ان هم يجوا مقاس واحد، لو عندك ميزان طبعا هيكون افضل. هبدا اخد كل قطعه قطعتها واكورها كده، وهسيبها واغطيها علشان وشها ما يشققش. تمام. هنلاحظ مع بعض ان العجينه طريه وفيها سن التلزيق، وده المطلوب علشان تطلع معايا طريه بعد الخبز. عندي زبيب هنا نقعاه في ميه حوالي 10 دقايق، هصفيه وابدا اخد كل كوره معايا على رشه دقيق بسيطه جدا، وابدا ابرمها رول كده رفيع، وابدا يدوب اتني الف اول لفه واحط الزبيب والف زي ما احنا شايفين كده بالطريقه دي، وخلي الزبيب لتحت كده علشان ما يبقاش طالع وباين ويتحرق معانا في الفرن. تمام. الزبيب ده اختياري، اذا حابه تحطيه هتحطيه، مش حابه خلاص. هعمل واحده كمان، وممكن نستبدل الزبيب ده بمشمشيه او قراصية لو عندنا مركونه في التلاجة ولا حاجه. لو مش حابه برضو خلاص. تمام. هنقطعها برضو ونخليها من البذور بتاعتها طبعا وننقعها شوية في المية. عندي هنا بقى لدهان الوش صفار بيضة مع معلقة لبن وفانيليا، وتوصي بالفانيليا شوية. بعد ما شكلته طبعا حطيته في صواني ألمونيوم مدهونة بالزبدة أو بالسمنة، وهغطيها بفوطة نظيفة علشان تختمر نص ساعة كده على الأقل. وهدهنها بصفار البيض دهنة بسيطة، ندخلها على الرف الوسطاني في درجة حرارة 200، فرن طبعا يكون سخن من قبلها، واتابعها علشان ما تاخدش لون وتتحرق معايا. اول ما تطلع هلمعها بشربات حلويات او عسل نحل لو موجود او مربى، بيديها طعم حلو قوي. وممكن ارش عليها رشة سكر كده للتزيين، او عملت صينية تانية بقى دهنت صفار البيض ورشيت السكر على طول قبل ما ادخلها الفرن، ولمعتها بعد ما طلعت يا بزبدة يا برضو بشربات حلويات. الورق اللي شفتوه معايا ده انا حطيته علشان حسيت ان الصينيه الاولانيه اخدت لون قوي من على الوش، فالورق ده بيحميها. لو ما عندكيش ورق زبده بتحطي ورق عادي جدا، وبيطلع معاكي لونه تحفه جدا جدا، اخد لون حلو من فوق ومن تحت، طري جدا. هنشوفه دلوقتي قد ايه طري، رغم انه ملون واخد لون حلو معايا، لكن طري من الداخل. وده طبعا سر ان العجينه بتكون طريه وملزقه معانا من البدايه. هنشوفه طري وهش زي القطن من جوه، اخد لون حلو وريحته جميله جدا جدا. يعني الناس اللي بتخاف من البيض اتوصوا بس بالفانيليا شويه، وما تقلقوش من ريحه البيض خالص. شايفين قد ايه طري، شايفين قد ايه هش معايا زي القطن، وكمان لونه جميل جدا من جوه ومن بره. والزبيب مديله طعم حلو جدا جدا مع شويه شاي بقى او شاي بلبن. الوصفه ان شاء الله هتعجبكم جدا، اتمنى تكون عجبتكم. اكتبوا لي رايكم بقى في التعليقات، وما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو. واكتبوا لي لو ليكوا اي وصفه تحبوا ان انا اقدمها الفتره الجايه. سلام.